بسم الله الرحمن الرحيم. جالي واحد كان له فلوس على سفينه، معاه كمبيالات وفواتير، بيقول لي انا عايز حقي والحقني عشان عايز فلوس. طبعا انا بصيت على الورق، فعلا الورق سليم. سالته سؤال واحد: هي السفينه موجوده هنا في مصر؟ قال لي لا ماشي، هي في طريقها لمينا معين. قلت له خلاص مش شكرا، انا هتخذ الاجراء. قبل ما اتكلم انا اقول لكم انا عملت ايه عشان اجيب للراجل ده حقه. لازم نتكلم الاول على الوضع القانوني للسفينه. طبعا السفينه ليها مركز قانوني مستقل شويه عن الشخص الطبيعي او الشخص الاعتباري. ده اولا لانها بتحمل جنسيه دوله ثانيه. تاني حاجه السفينه مش ثابته، النهارده في مصر، بكره في المياه الدوليه، بعده في السعوديه، بعده في الصين، بعده في اوروبا، اي حته في العالم ممكن تكون السفينه موجوده. طيب ايه اللي اقدر اعمله معاها؟ القانون البحري المصري والقانون البحري الدولي افرض للسفينه ديت وضع قانوني مستقل. ده مش حمايه ليها، ده حمايه للاشخاص المتعاملين مع السفينه وبشأن الدين البحري. يبقى اول حاجه لازم يكون الدين بحري علشان اطبق القواعد ديت على العلاقه بين الاشخاص وبين السفينه. الدين البحري زي رسم المواني مثلا، بس خلينا نبعد عن الدين الحكومي، خلينا نتكلم عن الدين الخاص. الدين الخاص زي مثلا سفينه خبطت في سفينه، بقى في تلفيات. سفينه كانت بتغرق وسفينه انقذتها، حق مقابل الانقاذ ده. سفينه كانت محمله بضائع وتلفت هذه البضائع لاي سبب راجع للسفينه. سفينه كانت بتغرق ورمت بعض البضائع في البحر. سفينه غرقت وفي ناس ماتت. سفينه دخلت المينا وعملت شحن وتفريغ. سفينه دخلت المينا وطلبت حد يصلحها. سفينه دخلت المينا وطلبت تموين، حد يجيب لها اكل وشرب. سفينه العمال بتوعها ليهم عندها دين، ما دفعتش فلوس العمال والبحاره والقبطان بتاعها والربان. سفينه وهي بتتبني، يعني اصل السفينه وهي لسه في مرحله الانشاء بيبقى برضه عليها دين. كل دي ديون بحريه وغيرها كتير، وهم عموما 19 بند او 19 دين ذكروا على سبيل الحصر في القانون البحري المصري والقانون البحري الدولي. يعني اي دين من الديون ال 19 دولت يعتبر دين بحري ويطبق عليه القواعد بتاعه القانون البحري. طيب الديون دي احنا بنعمل ايه علشان نقدر نحصل عليه، عشان نقدر ناخده؟ وده اللي انا عملته. اول حاجه انا بشوف السفينه دي واقفه هنا في مصر ولا في اي حته، ولا هي داخله مصر او دخلت المينا او هي رايحه في طريقها المينا ثانيه. اشوف هي موجوده فين وابدا اجهز نفسي. يعني انا بروح المينا اللي هي داخله فيها سواء كانت في مصر او في اي دوله ثانيه، وبعمل طلب قدام القاضي هناك بقى اسمه طلب حجز تحفظي على السفينه، وبعلن السفينه، بعلن الربان بتاعها او القبطان بتاعها، وبعلن هيئه المينا علشان السفينه ما تتحركش، وبيتم الحجز على السفينه. ولازم خلال 8 ايام من تاريخ ما بعت الاعلان لربان السفينه اكون رافع دعوه باصل الحق وصحه الدين. يعني انا مجرد انا معيش ولا ورقه، معيش سند تنفيذي، انا معايا بس فاتوره، فانا بعمل الحجز بالفاتوره ديت. وخلال ال8 ايام من تاريخ وصول الاعلان للربان لازم اكون عملت دعوه صحه الدين او صحه الحجز، دعوه مطالبه بالدين بقى، انا عايز فلوسي. طيب ايه اللي بتعمله السفينه بقى اول ما تتحجز؟ طبعا طالما انا عملت الحجز ورفعت الدعوه خلاص السفينه ما بتعرفش تتحرك. عشان تتحرك السفينه من مكانها لازم تدفع كفاله او تقدم خطاب ضمان مثلا من بنك او اي كفاله ثانيه اللي بيها تقريبا بيكون مقابل الدين. يعني انا ليا مثلا دين ب 100,000، السفينه بتدفعهم في المحكمه. ده ايه؟ ده في حاله اذا كانت السفينه بتنازع في الدين. طيب لو الدين فعلا حقيقي ممكن السفينه ايه بتدفعه وبتعمل تخالص، وبدل ما اعمل دعوه لا امشي في اجراءات رفع الحجز التحفظي اللي انا عملته وخلاص. طيب السفينه شافت انها ليها حق وان انا ماليش حق اصلا في الدين دوت، فبتدفع الكفاله وتتحرك، او هتفضل قاعده وتمشي معايا في اجراءات الدعوه اللي انا رافعها باصل الدين. طيب انا خدت حكم لصالحي في اصل الدين، انا حجز على السفينه هي ما اتحركتش. طالما خدت حكم بحول الحجز التحفظي ده لحجز تنفيذي وبنفذ على السفينه بالبيع عشان اخد منها حق. طيب لو السفينه مشيت ودفع الكفاله بنفذ على الكفاله. طيب ايه اللي حصل مع السفينه بقى ديت؟ يعني السفينه الراجل اللي جالي صاحب الدين على السفينه دوت انا عملت معاه ايه؟ على طول السفينه كانت داخله مينا معين، تم عملت اتصالاتي باحد المحامين اللي في الدوله ديت، هو هناك رفع عمل الحجز التحفظي. واول ما عمل الحجز التحفظي مباشره ووصل الاعلان للسفينه، ربان السفينه على طول تفاوض مع المحامي ودفع الدين وسدد اللي عليه، ورفعنا اجراءات الحجز التحفظي والموضوع انتهى على كده. بناء عليه التعامل مع السفينه بيبقى سهل. يا رب اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.